ليه في ناس بتروح شغلها متأخر كل يوم رغم ان هي ممكن تكون مش عايزة تروح متأخر وعايزة تروح في ميعادها؟ وممكن كمان يكون حصل consequences او نتائج للتأخير ده قبل كده زي salary deductions والخصومات والحاجات دي، بس برضو كل يوم بيروحوا متأخر. لو انت حد من الناس دي فالحقيقة ممكن تكون بتعاني من كذا حاجة مختلفة. اولهم حاجة اسمها social jet lag او حاجة اكبر اسمها circadian mismatch، وده باختصار معناه ان انت عندك عدم توافق بين ايقاع حياتك الطبيعي ومتطلبات الشغل والمتطلبات الاجتماعية بتاعتك. يعني انت حد متعود ان هو نايت اول، بس مطلوب منك ان انت تبقى في الشغل الساعة 7 او 8 الصبح. تاني حاجة ممكن يكون عندك حاجة اسمها psychological withdrawal، او في ناس تانية بتقول عليها psychological resistance، يعني الانسحاب النفسي. وده بيحصل لك بسبب ان انت ما بتحبش شغلك، مش مقتنع بيه، او عندك اعتراضات كتير على حاجات بتحصل في الشغل. ممكن كمان تكون ما بتصرحش نفسك بده، ولكن التأخير كل يوم بالنسبة لك نوع من أنواع البروتستنج، يعني الاعتراض. من أكتر كمان الأسباب انتشارا هو lack of motivation، يعني أنت ما عندكش حافز أصلا أن أنت تصحى الصبح وتلبس وتروح الشغل في ميعادك، وده برضو ليه أسباب كتير. يعني ممكن تكون بتشتغل في unhealthy environment، الناس اللي عندك في الشغل توكسيك، المديرين مش supportive، التقدير المادي والمعنوي مش على قد مستوى المجهود. ممكن كمان ما يكونش عندك وعي بجد بدور وظيفتك في الشركة وايه الانجاز اللي انت بتعمله، يعني مش فاهم ايه معنى شغلك اساسا. ممكن كمان يكون عندك حاجة اسمها deficit in self-regulation، يعني انت شخص ما بيعرفش يتحكم في نفسه بشكل كويس، تسهر كتير برا البيت او حتى جوه البيت. ممكن كمان تكون بتعاني من حاجة اسمها الوهم الزمني time optimism bias، وده معناه ان مخك دايما بيقولك انه لسه بدري، احنا تمام، احنا في السيف سايد، اقعد شوية، اتفرج على الفيديو ده، اشرب القهوة، لسه افطر الاول، ما عندكش وعي الساعة كام دلوقتي وفاضل لك وقت قد ايه. ممكن كمان يكون عندك ضغط مزمن بسبب حياتك الشخصية او الشغل، والضغط المزمن بيقفل مراكز التخطيط في الدماغ، فدايما عندك سوء تخطيط للوقت وليومك عموما، وهنا التأخير بيكون نتيجة. ده اسمه chronic stress. أما المورنينج procrastination دي حاجة معظم الناس بتعاني منها، حاجة شبه السنوزنج 15 مرة قبل ما نصحى من النوم، أو إن احنا نظبط المنبه على 5 مرات عشان نقدر نصحى في ميعادنا. ده اسمه مماطلة كده على الصبح. أو أنت شخص بيسمح للتشتت الصباحي المورنينج distraction إن هو يتحكم في بداية يومك، إذا كان بقى بالسكرولينج أو بالكلام مع ناس الصبح، او ان انت تعمل اي حاجة تشتت بيها ذهنك وتضيع بيها وقتك.